مين فينا مش عايز يبقى غني؟ مين فينا مش عايز يبقى مليونير على آخر الأسبوع بالكتير؟ ده تقريبا أحسن استثمار أنا عملته في صحتي. يعني نفسيتك أساسا لو مش كويسة ونفسيتك مش متظبطة مش هتعرف تستثمر في أي حاجة تانية. قد يكون هو أهم قسم بيعود على كل الأقسام التانية. السلام عليكم. كنت بقرا في كتاب المستثمر الذكي، وبعدين بعد قراية مش طويلة قوي بصراحة شردت شوية في مفهوم الاستثمار وكده. هو الكتاب بيتكلم عن الاستثمار وازاي تبقى مستثمر ذكي، بس بيتكلم في نوع في حتة سوق الأسهم والبورصة. المصطلح العام للاستثمار منتشر بين الناس عن ان هو الاستثمار المالي، اللي هو ازاي تكبر فلوسك، ازاي تشغل فلوسك، ازاي تشتري عقارات. وانا برضو كنت مفكر كده نوعا ما يعني. وبعدين لما سرحت شويه كده، الاستثمار لا، الاستثمار مش مالي بس. يمكن تفكيرنا ان هو الاستثمار المالي بس هو اللي موقفنا من النجاح في الاستثمار المالي. ده تقريبا احسن استثمار انا عملته في صحتي في ال 26 سنة اللي أنا عشتها. فكرة إن أنا أهتم بجسمي وأهتم بشكلي، والموضوع فرق معايا فعلا في كل النواحي، في نفسيتي وفي عقلي، وإن أنا أهدى شوية، وإن أنا دماغي مش أغلب الوقت مكركبة الحمد لله يعني. شكلي بيتحسن مع الوقت إن شاء الله. ونفس الوقت أنا أساسا كنت بتمرن على طول يعني، وبحب التمرين وكده. بس كان مشكلتي إن أنا الجيم يعني أقرب جيم ليا بعيد قوي. ففكرة ان انا جبت الاجهزة في البيت بقت في اي وقت تحت ايدي بنزل اتمرن. والموضوع مش حكر بس على الاجهزة وكده، الواحد ممكن ينزل يتمشى، يعمل رياضة، يعمل ايا كان اي تمارين في البيت، اي حركة. فكرة ان انت تستثمر حتى لو وقت في صحتك. ما تستناش الوقت المناسب، ما تستناش ان انت تبقى لازق في الجيم، ما تنساش ان انت تروح الجيم، ابدأ على طول تحسن صحتك. ولو حتى انك تقلل اكلك، تبطل سجاير، تبطل اي حاجة بتشربها، كل الحاجات ديت بتستثمر في صحتك. هو انت لما تبطل سجاير ما انت بتصرف فلوس لو هنحسبها من الناحية المادية يعني. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عايزين دايما او بنأمل لاخر الطريق، اللي هو الغنى او الفلوس الكتير او الثراء، لكن ما بنفكرش في بداية الطريق، ما بنفكرش في نص الطريق، وازاي هنبقى اثرياء في اسرع وقت ممكن. والمشكلة برضو ان احنا بندور في كلمة اسرع وقت ممكن. ومفيش حاجة بتيجي بسرعة، الحاجة اللي بتيجي بسرعة بتروح بسرعة. لا يقل أهمية عن كل الاستثمارات التانية. يعني نفسيتك أساسا لو مش كويسة ونفسيتك مش متظبطة مش هتعرف تستثمر في أي حاجة تانية. فتستثمر في نفسيتك إزاي؟ إنك تسهل على نفسك كل حاجة بتحصل حواليك. طب تسهلها إزاي؟ بأيا كان بقى، تسهل، تشتري حاجات تسهل عليك، تبدأ تطور من نفسك في حاجات معينة عشان حياتك تسهل مع الوقت، وهكذا. إنك تروع عن نفسك من فترة للتانية. يعني استثمر في نفسك حتى لو بواحدة آيس كريم. أنا مستثمر. الفكرة كلها ان الاستثمار، لا، الاستثمار مش مالي بس، الاستثمار في جميع جوانب حياتك، الاستثمار في كل حاجة تخصك. احنا ممكن نرسم رسمة كده نربط بها الامور مع بعض. الموضوع الرئيسي بتاعنا هو الاستثمار. الاستثمار بينقسم لنوعين: استثمار مادي واستثمار معنوي. مادي بالنسبة لنا بنختصره في الاستثمار المالي. زي ايه الاستثمار المالي؟ الاستثمار ان انت تطور في انك تشتري في اسهم، تشتري في عقارات، انك تزود دخلك. الاستثمار المعنوي في وجهة نظري بينقسم برضو جسدي، واستثمار عقلي، واستثمار روحي. نروح للاستثمار الجسدي وهو الاستثمار في الصحة. بعد كده عندنا الاستثمار العقلي ينقسم لحاجتين: استثمار نفسي واستثمار علمي. وعندنا آخر حاجة الاستثمار الروحي وهو الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى. والمبهر في الموضوع ان انت الاستثمار، كل استثمار من دول بيعود على الاستثمارات الباقية. مثال: الاستثمار المادي اللي هو الاستثمار المالي، انت لما يبقى معاك فلوس كويسة غالبا هتعرف تهتم بصحتك اكتر، غالبا هتعرف تستثمر وتطلع فلوس لله، فده استثمار مع الله او تجارة مع الله. غالبا هتستثمر في عقلك بان نفسيتك وعلمك هيكونوا اعلى.
طيب لو عملناها على الاستثمار الجسدي، ان انت تستثمر في صحتك، فده معناه ان انت صحتك هتكون احسن، فاستثمارك مع الله هيكون احسن، بان انت جسدك قابل ان انت تصلي اكتر مثلا او تعبد ربنا اكتر. في نفس الكلام الاستثمار العلمي قد يكون هو اهم قسم بيعود على كل الاقسام التانية. ليه؟ لان انت لما بتتعلم في حاجه معينه او لما تتعلم في قسم معين هتطبق فيه احسن حاجه. يعني لما تتعلم ازاي تتمرن بشكل احسن، ده هيطور لاستثمارك في صحتك. تستثمر في العلم ازاي؟ اساسا دراستك ديت استثمار، انك تستثمر وقتك في العلم، وانك تشتري كتب، وانك تبحث. ومش لازم تقتصر على علم المدارس او علم الجامعات او علم اللي هو الايه الاكاديمي، لازم تدور على حاجات بره. منهم مثلا التعليم عن الفلوس، ده مش موجود ومش بنتعلمه في المدارس او الكليات او الكلام ده، فانت لازم تدور عليه بره عشان ما حدش يعلمه لك، والا الدنيا هتعلمه لك بشكل صعب وشكل اقوى وشكل عنيف، انت مش هتحب كده. فانت لازم يبقى عندك فكره عنه مبدئيا. انا واحد من الناس ما استنيتش ان انا يبقى عندي فلوس للاستثمار او كده، وبدات اقرا في الكتب ديت بحيث ان انا لما يبقى معايا فلوس ان انا استثمر ابقى انا جاهز وعندي عقليه ان انا ابدا استثمر على طول. الكتب دي يعني هما 4 كتب تقريبا، كتاب من صفر الى واحد، واسرار عقل المليونير، وفي النموذج الرباعي للتدفقات النقديه، وكتاب سيكولوجيه المال. في منهم اللي خلصته وفي منهم اللي لسه بخلصه، بس بصراحه الكتب فرقت معايا جدا. وان شاء الله اول ما يبقى معايا مبالغ ان انا اقدر استثمرها نسبه كبيره، ان انا اعرف ايه الحاجات اللي انا استثمر فيها فلوسي، وايه الحاجات اللي انا اعرف احط فيها، والحاجات اللي ما احطش فيها فلوسي. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اتكلمنا عن انواع الاستثمارات اللي فاتت، وقلنا ان هي استثمارات مهمه جدا وقد ايه هي مهمه في حياتنا وكده. لكن الاستثمار الالتيميت اللي هو الاستثمار اللي هو المفروض نسعى له اصلا في كل الاستثمارات التانية دي، ان احنا اساسا تبقى استثماراتنا كلها مبنيه علشان الهدف ده، هو الاستثمار مع ربنا سبحانه وتعالى. اكبر صوره منتشره للتجاره مع الله سبحانه وتعالى هي الصدقات. فربنا سبحانه وتعالى كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. وتطهرهم وتزكيهم ديت عايده على الاموال اللي بتطلع وعايده عليك انت شخصيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيطهر لك ويزكي لك المال، وبيطهر لك ويزكي لك نفسك وكيانك. التجاره مع ربنا سبحانه وتعالى عمرها ما تخسر. كل ما تحط حاجه مع ربنا ترجع لك اضعاف اضعاف. ممكن ما ترجعلكش في صوره الحاجه اللي انت قدمتها. مثلا انت حطيت فلوس، ممكن ما ترجعلكش في صوره فلوس زياده، مع انها في يوم من الايام 100% هترجع لك في صوره فلوس زياده. ممكن تحط فلوس في مره فترجع لك في بركه في صحه، ممكن تحط فلوس في مره فترجع لك في بركه في علم. العلم اساسا برضه من الاستثمارات اللي انت بتعملها مع ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن تخش في تجاره مع ربنا بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وقال في حديث تاني كمان، او كما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحتى العلم لو نويت بيه وجه الله سبحانه وتعالى فدوت تجاره كبيره جدا، يعني غير الفلوس وغير الصدقات وكل الانواع التانية ديت تدخل في ان هي تبقى في سبيل الله، ان هي تبقى تصفي نيتك وتنوي ان انت نيتك في الاستثمار ديت ان انت عايز رضا ربنا سبحانه وتعالى عنك. ووقت ما ربنا يرضى عنك انت خلاص مش عايز اي حاجه تانية من الدنيا. فدايما في اي حاجه في حياتك انوي وجه الله سبحانه وتعالى، وهتلاقي بركه وتوفيق وخير وتيسير ليك في كل حاجه في حياتك، في اي حاجه انت مقدم عليها، سواء في استثمار بقى او ايا كان في امورك العامه. كنت راجع من بره ومعايا شويه فكه كده، وبعدين وانا بغير الفكه وقعت مني، ففي لمبه نورت كده في دماغي، وقلت ان انا عايز الم الفكه دي في حاجه يعني واستفيد منها، بدل ما هي بتتنطور كده مثلا مره في الغسيل، مره وانا بغير، احيانا ما باخدش بالي والفكه بتضيع، فليه ما استفدش منها. فالمهم وانا بدور كده في البيت على اي حاجه، قابلت علبه الحلاوه دي وقلت هقلبها حصاله، وفتحت لها فتحه من فوق من هنا، وقلت بقى هحط فيها اي فكه وانا راجع من بره، او احطها فيها قبل ما اعمل اي حاجه تانية. وقلت لو جمعت مبلغ او اي حاجه اطلعها لله. فبس شاركت معاكم الفكره، يعني يمكن حد يستفيد ويبدا يطبقها وكده، ونتشارك كلنا يعني في الاجر ان شاء الله. اخيرا بقى هنقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن كبشه عمرو بن سعد الانماري رضي الله عنه قال انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقه، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا،
ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا ل4 نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.